السلام عليكم حبيبات قلبي، ان شاء الله فيديو تعليم نلقاكم كامل بخير وبصحه جيده. راني جبت لكم هذه ميني بسبوسه اقتصاديه من اروع ما يكون بدون حليب وكريمه الليمون تهبل. شوفوا كيفاش تجي من اروع ما يكون بدون نشاء، يعني وصفه اقتصاديه. هذه يعني وصفات للسهرات الرمضانيه، بس ميني بسبوسه وصفه ما شاء الله. واش نقول لك حبيبتي اللي ماكش مشتركه عندي في القناه، نقول لك راكي مضيعه بزاف. نقول لك اشتركي وفعلي زر الجرس ودعموني في عائلتي الصغيره. واكيد راح نخليكم مع الفيديو فرجه ممتعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم سامي قناة كوزين سامية ديزاد، واليوم جبت لكم احلى وصفة بسبوسة فردية لسهرة رمضان. صدقوني كامل راح يشكركم عليها. قبل ما ندوزو للمقادير طريقة التحضير كالعادة، صلوا على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. لهنا البنات سهلت عليكم، خدمت معكم بدون ميزان، خدمت معكم بالبو تاع ياغورت نتاعي. واش درت؟ حكمت البو تاع ياغورت نتاعي، درت له انا ذوق البرتقال، هاوليك واحد لهنا، فرغته وزنت به 2 علب سميد متوسط. عندي ربع هاد العلبه سكر حبيبات، عندي حبه بيض كامله فيها رشه ملح، عندي علبه كامله زيت، عندي قشور حبه برتقال، عندي ملعقه لهنا كبيره تاع فرينه، عندي وحده خميره كيميائيه، وعندي الفاني تاعي بطبيعه الحال. راح ندوز للطريقه مباشره. لهنا بسم الله في البون تاعي درت حبه تاع بيض، راح ندير عليها السكر اللي هو ربع العلبه تاعي تاع الياغورت. نخلطها حتى نحس شويه السكر نتاعي بدا يذوب. يعني شفتوها، يعني راهي غير حبه بيض لكن كميه ما شاء الله. راح نضيف البو تاع الياغورت نتاعي. البنات هاد الوصفه راني حاطتها في القناه، لكن يعني ما طلعتش هذه وصفه ما شاء الله. صدقوني والله كامل راح يشكروكم عليها بدون استثناء، يعني راح يحبوها الكبار والصغار. راح نبدا نضيف الزيت نتاعي بالعقل ونخلط في نفس الوقت. بسم الله. يعني انا هاد البسبوسه نتاعي بما انه البسبوسه نتاعي هذه بذوق الياغورت بذوق البرتقال، قشور البرتقال. اذا ضفتوا قشور القارص ديروا ياغورت ذوق القارص، هذا ما كان ولكم الاختيار. شوفوا الخليط اللي حصلت عليه. راح نضيف قشور نتاعي تاع البرتقال، تاع قشور حبه كامله. راح نضيف الفاني تاعي، راح نضيف الفاني تاعي ونخلط. راح نضيف بسم الله على بركه الله السميد نتاعي، نضيفه كامل. يعني عطيتكم يعني بدون ميزان، لكنها يعني مقادير من جد جد مضبوطه. واش راح نضيف لهنا، حكمت لكم لهنا واش حكمت الفارينه نتاعي، ضفت لها الخميره الكيميائيه، نخلطها هكذا شويه. يعني الفارينه خليها هي اخر حاجه اللي راح نضيفها اكيد. ونخلط مره اخيره. شوفوا القوام اللي تحصلوا عليه، شوفوا القوام نتاعي كيفاش داير. حطها في مليح. دوكا ندوز معكم مباشره باش نصبوها في الميني ليمون تاعنا. لهنا البنات انا نخدم في هادو لي ميني مول عجيب نتاعي، مسحتهم بالزيت ودرت فيهم السميد المتوسط نتاعي. وراح بسم الله على بركه الله كل وحده ندير فيها حوالي ملعقه كبيره بهذه الطريقه، لانه راح نخبطهم شويه فالخليط نتاعي راح يهبط. شوفوا بهذه الطريقه نعمرهم كل واحده ندير فيها ملعقه كبيره معمره، واذا ما كانتش معمره نديروا فيها ملعقه وشويه، لانه كما نعرفوا راح تنفخوا لنا كامل. على جال هادي ما تعمروهمش بزاف، ردوا بالكم خير ما يفيد لكم. انا لهنا كي بديت نوجد في لي زانغريديون تاعي، شعلت الفرن على درجه حراره 180 درجه. يعني راح نعمرهم هكذا كامل بنفس الطريقه. راح نديرهم في بلاطو
وكي نشوفهم يعني بداو يحمروا لي من الحواف، ويعني خداو تحميره خفيفه من الفوق. بما انه كنت على غير من تحت، راح نطفي عليهم النار من تحت ونشعلهم اكيد النار من فوق ونخليهم يكملوا طياب. لكن انا راح غير ندخلهم يطيبوا. واش راح ندير؟ راح ندوز مباشره باش نحضر السيرو نتاعنا مع بعض. لهنا بسم الله البنات، بعد ما دخلتها الطيبه نحضر معكم السيرو. راح ندير بون كامل تاع سكر ونصف. بسم الله، هاوليك نصف يعني بون ونصف سكر. بسم الله. راح ندير فوقو 3 تاع لي بومه. بسم الله، 1 هاوليك 1 2 3. وراح ندير فيها لهنا عندي برش تاع ليمون انا كنت مجمداتو. راح نديرهم فوق النار كي يبدو يغلوا لي، نحسب عليهم 5 دقائق بالضبط ونطفي عليهم. وراح نضيف لهم يعني قطرات من معطر تاع الليمون باش نتحصل على ذوق افضل. وبعد كما قلت لكم ما يغلي لي ونطفي عليه ونحطو يبرد لي بجيه، راح تكون البسبوسه نتاعي طابت لي. وراح نرجع لكم باش نشربوها مع بعض. ولا هنا البنات عاودت لكم بعد ما البسبوسه نتاعي راهي طابت لي وراهي خرجت مباشره من الفرن. كان السيرو نتاعي يعني بارد. بسم الله، حنبدا نشرب فيهم. يعني كل وحده ندير لها 2 ملاعق سيرو. عفوا البنات، كنت قلت لكم السيرو تاعكم سامينوش يعني 5 دقائق يغلي. عفوا السيرو تاعكم خلوه يغلي 10 دقائق. يعني كي يبدا يغلي نقصي ولا غير شويه وخلوه يعني يغلي غير بغردو باش يجيكم السيرو عاقد، ما يجيكمش مايه، ما يجيكمش غير يعني ما. واش راح ندير انا؟ يعني راح نشربهم كامل هكذا بهذه الطريقه. يعني كل وحده في الاول ندير لها 2 ملاعق بما انه راهي سخونه حتى تشرب لي بالخف. وبقيه السيرو نعاود نزيد لهم كامل شويه شويه. واش راح ندير؟ راح نخلي البسبوسه نتاعي تشرب لي. واش راح دير؟ راح تنتفخ شويه، يعني خليها قسمه تشرب وبدات تنتفخ نحيها من المول. اكيد يعني راح ندوز معكم الكامل المراحل باش تشوفوا كيفاش نحيتها من المول نتاعها. ولا هنا عاود جات لكم البنات، شوفوا يعني الحبيبات نتاعي راهم تنفخوا لي. واش راح ندير؟ بسم الله، يعني يتنحاو لكم فاسيلمون. شوفوا ما يسقوا ما والو. نحط الحبيبه نتاعي في البلاطو ونبدا نخلصهم يعني كامل بهذه الطريقه. شوفوا ما يسقلكمش كامل. يعني راح نحيهم كامل ونحطهم في البلاطو. واش راح ندير؟ راح ندوز معكم مباشره باش نخدموا يعني الكريمه نتاعنا اللي راح نعمروا بها هاد اللي ميني بسبوسه نتاعنا. ولا هنا عاود جات لكم باش نحضروا الكريمه الاقتصاديه نتاعنا، راهي فقط بالماء وبدون مايزينا. انا واش عندي 2 كؤوس ماء، عندي 2 ملاعق اكل فارينه يعني بدل النشا استخدم هذه الملعقه، وعندي لهنا 2 ملاعق سكر ونصف. الحلاوه نتوما تحكموا فيها، نجموا ديروا حتى 3 ملاعق سكر. ولهنا عندي معطر بذوق الليمون، وعنده حتى اللون تاع الليمون ماشي كيما اللي استخدمته يعني في السيرو. يعني استخدمت هذا معطر الليمون يعني بدون لون، وهذا باللون لانه انا حابه نحصل على كريمه بلون اصفر. راح نجوزوا الطريقه مباشره. انا بسم الله في الكسرونه نتاعي راح نضيف السكر. كما قلت لكم تنجموا ديروا حتى 3 ملاعق، نتوما تحكموا في الكريمه. يعني تنجموا تزيدوا لها السكر بعد ما طيب وتذوقوها. ندير الفارينه تاعي راح نضيف شويه من هذا المعطر نتاعي، والباقي نديره بعد ما طيب لي الكريمه باش ما يعني ما نخسرش الذوق نتاعها. بسم الله، عفوا هكذا. لهنا شوفوا هذا اللون. راح نديرها طيب لي فوق النار على نار متوسطه، يعني نقعد نحرك فيها من بعد كامل عيني عليها حتى تختار لي. وبعد ما تختار لي راح نعاود نرجع لكم. حاولت البنات بعد ما طابت لي الكريمه نتاعي واش راح ندير؟ راح نضيف ملعقه صغيره زبده ضروريه يعني في الكريمه راح تعطيها ذوق بنين. راح نزيد المعطر نتاعي. بسم الله، نخلطو شويه هكذا. واش راح نضيف؟ يعني هذا فيه فقط اللون والذوق نتاعو خفيف. راح نضيف من هذا المعطر نتاعي تاع الليمون اللي بلا يعني اللي بلا لون ونخلط. نشوفوا اللون الرائع اللي حصلت عليه. يعني في هذه المرحله ذوقوا الكريمه نتاعكم. بالنسبه للاخوات اللي يحبوا الحلاوه تنجموا كما قلت لكم ديروا حتى 3 ملاعق.
لهنا راح نشوفوا بعد ما ذابت لي الزبده نتاعي راح ندوزو مباشره نصبوها فوق الميني بسبوسه نتاعنا. لهنا بسم الله نبدا نعمر في البسبوسه نتاعي وهو هكذا يعني سائل سخون، يعني ما تسناوش يبرد ولا، يعني راح تجيكم هكذا مكتله من فوق. نعمر هكذا كامل بنفس الطريقه حتى نتاكد انه كامل هاد الثقبه نتاعي تاع المول تعمرت. ندير فيها طبقه مليحه باش كي ياكلوا يلقوا الكريمه باينه. البنات كاينه ملاحظه مهمه، انا يعني خدمت الكريمه نتاعي تاع الدوبل تاع البسبوسه نتاعي لاني محتاجتها، يعني تنجموا تخدموا غير كاس واحد. هذه كملاحظه مهمه نتمنى تاخذوها بعين الاعتبار، لانه راح نزيد نطيب بسبوسه تاني بنفس المقادير اللي خدمتها معاكم تاع حبه بيض، حنعاود نطيب كميه ثانيه، لانه هذه الكريمه يعني ما تبرد تقل تحكم روحها، غير تخلطوها تعاود ترجع عادي. على جال هذه راح نعمرهم كامل نفس الطريقه ونتلاقى معكم اخر الفيديو. عاود رجعت لكم البنات، شوفوا يعني شحال تجي تهبل، شوفوا زينت هكذا بقطع تاع البرتقال. البسبوسه نتاعي مازالها جديده كما تعرفوا، البسبوسه لازم لها ترتاح ومع ذلك شوفوا البنات بسم الله نقرب لكم باش تشوفوا مصداقيه الوصفه. عفوا شوفوا كيفاش تجي البسبوسه نتاعنا، يعني هذه الكميه تاع اللي خدمتها معكم راهي عطاتني 12 حبه. تخيلوا هاي البنات تحضروها لحبابكم في رمضان راح يهبلوا كامل عليا. وش نقول لك حبيبتي، ان شاء الله وصفه اليوم تكون نالت اعجابكم. اذا عجبتكم وصفه اليوم ما عليكم الا تشتركوا في القناه وتدعموني باش نحقق 100,000 مشترك، وراح اخليكم في فيديو اخر يا اغلى ناس.